ابطال ثانويه عامه، ازيكم عاملين ايه؟ عارفه ان كتير منكم تعب وطاقته خلصت ومش قادر يراجع. بس عايزاكم تسالوا نفسكم سؤال: هل هتضيعوا مجهود سنه كامله في 4 ايام؟ هل هتضيع تعبك وتعب اهلك علشان طاقتك خلصت؟ وانت اصلا ما فاضلكش غير امتحان واحد، امتحان وبعده هترتاح. عافروا علشان تفرحوا بجد، عافروا عشان تفرحوا في النتيجة وفي الأجازة تقدروا ان انتوا تستمتعوا بيها. ما تبقوش خايفين من النتيجة وخايفين من الامتحانات. بلاش تقول ان طاقتي خلصت فانا مش قادر، لا، انت عافر للآخر. عافر عشان انت عندك حلم، عافر عشان ما تضيعش تعبك ومجهودك. في الفيديو ده ان شاء الله هعمل لكم جدول تمشي عليه بداية من النهاردة، وكمان هقول لكم او هنتكلم شوية عن موضوع الفلاشة بتاعة الأحياء ويا ترى هتبقى مع مين السنة دي. وكمان هقول لكم اهم التريكات اللي موجودة في كل فصل. ان شاء الله الفيديو ده هيفيدكم جدا لان هيبقى فيه خلاصة الاحياء. بس قبل ما تبدأ ما تنساش ان انت تضغط اللايك والسبسكرايب وتعمل جوين لجروب التليجرام، علشان ان شاء الله بنزل لكم عليه ملخصات كتير وحاجات هتفيدكم كتير. ويلا بينا نبدأ الفيديو. مبدئيا انت فاضلك 5 ايام على الامتحان بداية من النهاردة. طيب هنقسم الجدول ازاي؟ هنقسمه على 5 ايام. اول يوم هتذاكر فيه ال DNA كله، DNA و RNA، وهتحل عليه المسائل بتاعته وهتحل عليه البنك اسئلة بتاعه. هتفرم ال DNA النهاردة. طيب اليوم التاني هتذاكر فيه الدعامة مع الهرمونات. الدعامة سهلة او مش سهلة، هي اتفرمت كتير، اتذاكرت كتير، اتراجعت كتير، فهتبقى سهلة معاك في المراجعة. والهرمونات طبعا شابتر بسيط ولذيذ ومش هياخد منك وقت، وطبعا معاهم حل بنك اسئلة عليهم وان انت تكون مظبط كل افكارهم. طيب اليوم الثالث هتذاكر فيه التكاثر وهتحل فيه كل الاسئله بتاعته، وهتحل فيه كل تريكاته. التكاثر باب كبير شويه، محتاج ان انت تكون ملم بيه كويس، ومحتاج كمان ان انت تكون حلل عليه كتير واخد افكار ليه كتير. طيب رابع يوم هيكون شابتر المناعه كله. ليه انا خليت المناعه في الاخر؟ لان المناعه بتتنسى بسرعه جدا، بتتنسى هوا كده. فانت ذاكر المناعة كويس قوي وحل عليها، وليها يوم كامل اهو. لو خلصت في المناعة حل مثلا على التكاثر، راجع حاجة انت حاسس ان انت مش متأكد منها وكده. طيب خامس يوم ده هيبقى حل الامتحانات الشامل، لان طبعا هتصبح عندك الامتحان. فخامس يوم خليه لحل الامتحانات، ومن بفضل ان انت تحل امتحانات السنين اللي فاتت 21 22 23. حاول ان انت تستفاد من افكارهم، وحاول ان انت تربط افكارهم كويس وتذاكر كويس. طيب نتكلم بقى على موضوع الفلاشة، ويا ترى هتبقى فلاشة الاحياء مع مين السنة دي. مبدئيا من بداية من امتحان الكيمياء واحنا بنسمع عن موضوع الفلاشة، وان في فلوس بتدفع قصاد ان تاخد فلاشة عليها 200 سؤال. ال 200 سؤال دول فيهم ال60 سؤال بتوع الامتحان او ال46 سؤال بتاع الامتحان. طيب فكروا كده، يا ترى هتبقى الفلاشة مع مين في الأحياء السنة دي؟ نقعد نفكر؟ بلاش تفكروا في دكتور أحمد الجوهري، لأن هو منوفي مش هيدفع مليون جنيه يعني في فلاشة. طيب بعيدا عن الهزار، دكتور أحمد الجوهري من أفضل الشخصيات ومن أحسن الدكاترة اللي أنا كنت باخد معاهم. ونتكلم جد شوية في موضوع الفلاشة. مش عايزاكم ان انتوا تشغلوا بالكم بموضوع الفلاشة وهتبقى مع مين ومين بيجيب اسئلة ومين بيسرب اسئلة وكل الكلام ده، لان هو الموضوع كله في الوزارة عبارة عن افكار. يعني في ناس بتجتهد اجتهاد شخصي منها، بتجتهد في شغلها كويس جدا وبتجيب افكار مشابهة للامتحان. طيب مثال على كده جيو ماجد امام، ليله الامتحان كان منزل مراجعه. المراجعه دي جا منها كتير في الامتحان، نزل امتحان ليله الامتحان عشان تحلوه، وفعلا الامتحان ده جا منه الصبح كتير. وانا شخصيا حليت الامتحان ده مع اختي، وصحيت الصبح ببص على امتحانهم لقيت ان هو فعلا في اسئله كتير قوي من جيو ماجد. طيب ده ايه؟ الوزاره السنه دي مهتمه جدا بنواتج التعلم، في مدرسين كتير بتركز على نواتج التعلم وهي دي اللي بتحط عليها الافكار، فبالتالي الافكار دي هي بيجي مشابه ليها في الامتحان. وعلشان كده ظهر موضوع ان الامتحان بيتسرب والامتحان في مدرسين بيبقى معاها وكل الكلام ده. فانا مش عايزاكم تشغلوا بالكم بالكلام ده، عايزين بس نفكر. انا يعني اتفرجت على ليالي امتحان لاساتذه كتير، شفت طريقتهم وبنك الاسئله اللي هم جايبينه في المراجعه، وقارنت بينه وبين موضوع نواتج التعلم والافكار اللي ممكن تيجي في الامتحان. ما لقيتش غير 2 منهم هم اللي فعلا ممكن يكونوا جايبين افكار زي الامتحان، وهم دكتور محمد ايمن ومستر احمد قطب.
مستر احمد قطب هحط لكم لينك القناه بتاعته او الشانل بتاعته على جروب التليجرام، وكمان دكتور محمد ايمن هو طبعا غني عن التعريف، فهحط لكم برضو كل لينكات الفيديوهات بتاعتهم على جروب التليجرام. الاتنين دول فعلا من افضل المدرسين ومن افضل الناس اللي حاطه دلوقتي اسئله او حاطه بنك اسئله ممكن جدا ان هو يجي منه افكار في الامتحان، واكيد ان شاء الله هيجي منه. فما تقلقوش من موضوع الامتحان الاحياء، وما تفكروش في موضوع التسريبات، علشان يعني احنا بنفترض الكويس مش بنفترض الوحش. فحاولوا انتوا تركزوا دلوقتي في الامتحان، وتركزوا في مين ممكن يكون معاه الافكار مش مين معاه الامتحان. وقبل ما اقول لكم ايه الحاجات المهمه في كل فصل دلوقتي، حابه ان انا اقول لكم معلومه، ان ورقه المفاهيم مش هتفيدك خالص في الاحياء. ورقه المفاهيم المعلومات فيها بسيطه جدا، يعني يكاد يكون قشور المنهج. وطبعا الاحياء بيجي زي ما قلت لكم في خفايا المنهج، محتاج ان انت تكون مذاكر كويس، مراجع كويس، عارف التفاصيل كويس قوي. فورقه المفاهيم مش هتفيدك في الامتحان. طيب، ايه الحاجات بقى اللي مهمه، او ايه النصايح اللي بنصحها لك وانا بقول لك اهو الحاجات اللي بتيجي في الامتحان او الافكار منها بتيجي في الامتحان؟ اي حاجه تخص النبات مبدئيا كده هي جايه في الامتحان. اي حاجه تخص النبات تركز عليها كويس قوي، بيحط فيها التريكات اللي عليها درجتين كمان. يعني السنه اللي فاتت حط معانا كذا سؤال نبات وكذا، والسؤالين دول او الثلاث اسئله دول كانوا بدرجتين. فاللي هو ركز جدا في موضوع النبات. اي حاجه تخص النبات مهمه جدا في الامتحان، خاصه المناعه، الدعامه، والفسيولوجيه. يعني لو قلنا دلوقتي الحاجات المهمه في كل فصل، اول فصل عندك الدعامه والحركه. الدعامه في النبات، الدعامه الفسيولوجيه مهمه جدا. انت ممكن تشوف ان الموضوع بسيط او سهله، ما بتجيش كتير، ما بتتراجعش كتير. لا، الدعامه الفسيولوجيه بتوقع كتير. كررها هو في امتحانين السنه دي والسنه اللي فاتت. التركه اللي كانت في الامتحان او من تركات الامتحان واللي الناس كتير اختلفت عليهم، كان في النبات في الدعامه الفسيولوجيه. يعني هو موضوع بسيط بس بيحط عليه تركات وبيخليك تلف حوالين نفسك في الامتحان. طيب، الدعامة في الإنسان مهم جدا إن أنت تكون عارف رسمة الهيكل كويس قوي، عدد العظام. مهم تكون عارف وظيفة 3 حاجات: الرباط، الوتر، المفصل، وتعريفه، شكل حركته بيبقى عامل ازاي. ممكن يجيلك في السؤال، يعني في امتحان 22 كان جاي رسمة كده فيها مستطيلين، وبيقولك ده عبارة عن ايه: مفصل، وتر، رباط. لازم ان انت تعرف تفرق بينهم كويس قوي، خاصة على الرسم. الحركة في الإنسان مهم جدا إن أنت تكون عارف مفاهيم مهمة فيها، زي مثلا روابط المستعرضة والآلية بتاعت عملها، الوصلة العصبية العضلية، والصفائح الحركية، والمسائل بتاعت الليفة العضلية، وكل الكلام ده. ولازم ان انت تحل عليها مسائل كتير. تاني فصل او تاني شابتر بتاع الهرمونات. في الهرمونات لازم ان انت، طبعا انت عارف ان النبات مهم. طيب، لازم ان انت بقى تكون عارف في الانسان التغذية الراجعة وازاي تحل عليها. يعني مثلا ممكن يجي يقولك ان لو الثايروكسين زاد هيحصل تغذية راجعة للتي اس اتش فيقل، وكل الكلام ده لازم ان انت تبقى عارفه وتبقى حلل عليه كتير، لان افكاره كتير وبتلخبط. تالت شابتر هو التكاثر. طبعا مش محتاجه اقول لكم برضو النبات مهم قد ايه، خاصه في النباتات الزهريه. طيب، في الانسان في كذا حاجه. اول حاجه دوره الطمس ومراحلها، لازم تكون عارف بيحصل فيها ايه كويس قوي. تاني حاجه مراحل الحمل، مراحل تكوين الجنين. كل الحاجات دي مهمه جدا ولازم تكون ملم بيها وعارفها، لانها مش موجوده برضو في ورقه المفاهيم. ومعاهم الاغشيه الجنينيه. طيب، رابع شابتر هو المناعه. المناعة بقى مهمة كلها، يعني انت لازم تكون عارفها كقصة كده بتسلسل احداث معين، لازم ان انت تكون فاهمها كده. ودكتور احمد الجوهري برضو كان عامل ليها قصة كانت حلوة ولممها كويس، واي دكتور سواء محمد ايمن او مستر محمد قطب برضو عامل كده. فحاولوا ان انتوا تسمعوهم منهم كويس قوي وتفهموها. يعني ده الشابتر الوحيد اللي انا بقول لكم او بشجعكم ان انتوا لا اسمعوا فيه، واسمعوا فيه لو ما فهمتوش كذا حد، لان الشابتر ده بيتنسى بسهوله، وانا حاطه يوم في الجدول كامل. فالشابتر ده بيتنسى بسهوله، وافكاره كمان كتير، وافكاره بتلخبط. فلازم ان انت تكون ملم بيه كويس قوي وعارفه كتسلسل احداث زي ما قلت لك. نيجي بقى لاخر شابتر وهو الدي ان ايه. الدي ان ايه فيه كذا حاجه. اول حاجه مسائل الدي ان ايه مهمه جدا. تاني حاجة الدراسات بتاعة ال DNA، فرانكلين، واتسون، وكريك، كل الحاجات دي مهمة جدا. الطفرة الجينية مهم جدا تكون عارف، مهم تكون عارفها. المقارنة بتاعة ال DNA اللي موجود في أوليات النواة وحقيقيات النواة. الأربع حاجات دول مهمين جدا ان انت تكون عارفهم في ال DNA.
بعد كده ال RNA، لازم ال RNA تكون فاهمه كقصة وتسلسل أحداث، ازاي تخليق البروتين بيحصل، ايه اللي موجود في ال RNA، ازاي بيحصل كل التكوينات دي، الانزيمات اللي بتكون منعكسة. كل الحاجات دي مهمة جدا، لازم ان انت تكون ملم بيها. ال RNA برضو ليه تسلسل، قصة متسلسلة، اي مدرس بيشرح لك هيشرحها، فبرضو ال RNA بنصحك ان انت تسمع فيه لو ما فهمتش اكتر من حد، عادي جدا. اهم حاجة ان انت تطلع فاهم في الاخر. وبس كده، دي كانت اهم المواضيع اللي انا عايزاكم تركزوا عليها في الاحياء. مش عايزاكم ان انتوا تهملوا الفترة دي، بلاش. يعني هما 4 ايام 5 ايام استحملوهم، حاولوا ان انتوا تيجوا على نفسكم، تضغطوا على نفسكم. عارفة ان طاقتكم خلصت ومش قادرين، بس انتوا باللي انتوا بتعملوه انتوا بتضيعوا 60 درجة، هم اصلا بيطيروا هوا. يعني انت اصلا 60 درجة بتوع الاحياء ما بيجوش بالساهل. فانت لازم تكون مهتم كويس قوي، ولازم ان انت تكون قد المسؤولية. فحاول ان انت تكون قد المسؤولية في ال4 أو ال5 ايام دول، وان شاء الله ربنا هيكرمكم وهتعدي على خير، وربنا يوفقكم جميعا يا رب.